أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ببركة سيدنا مولانا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. معكم الفقير محمد عزيز من تونس، أدرس السنة الثانية في مجال الإدارة والتكنولوجيا بجامعة أوتيها في ألمانيا. إن شاء الله في هذه الحلقة سأشارك مع الإخوة والأخوات تجربة فريدة من نوعها صراحة، خاضها العبد الفقير في رحاب الطريقة الكركرية العالية. فابتداء العبد لله أخذت البيعة في شهر 6 2019، وسبحان الله الآن مر 5 سنوات على ذلك اليوم المبارك وذلك اليوم العظيم الذي غير حياتي 360 درجة، سبحان الله العظيم، إلى الأفضل طبعا. وصراحة صعب جدا أن نتحدث عن حياة في مقطع فيديو، لأنه الطريق هو حياة المريد سبحان الله، ولكن نحاول أن نشارك معكم إن شاء الله ما نتذوقه في هذا الطريق وما عشناه إن شاء الله. فكما قلت لكم أخذت البيعة، وكنت في تلك الفترة في تونس، وأكرمني الله سبحانه عز وجل بمبايعة سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره عن بعد، والحمد لله لم تمنع المسافات أن يصل نور الله سبحانه عز وجل إلى العبد الفقير. الحمد لله أكرمني الله وشاهدت نور الله عيانا يقظة، ولم أبرح المكان الذي أسكن فيه. فهذا من باب حتى نعلم عظمة الولاية، أن الولاية لا يحدها لا زمان ولا مكان، هي إطلاق من حضرة الحق سبحانه عز وجل. وفي هذا الباب قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. من ولاه الله سبحانه عز وجل ولايته فيخرج كل المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، إلا ويخرجهم بإذن الله من ظلمات الوهم والشك إلى نور الإيمان ونور اليقين. وحتى أعود بكم قليلا إلى العبد الفقير قبل معرفتي بالطريقة الكركرية. فالحمد لله العبد الفقير نشأت نشأة متدينة، تحافظ على الصلاة في المسجد، يأتون بما استطاعوا مما كتب الله علينا. ولكن سبحان الله العظيم في تلك الفترة، وهي هي المرحلة الانتقالية أو المرحلة الفاصلة في حياة العبد الفقير، أنه كانت يمكن في عمر 18 19 كانت تأتيني بعض التساؤلات التي لا أجد لها أجوبة، شوية شوية تلك التساؤلات تتراكم من قبيل ما هو الدليل على وجود الله، ما هي الأدلة على صحة الدين الإسلامي، ما الذي يثبت للإنسان أنه يتبع الدين الصحيح، وليس فقط هو يأخذ الدين موروث، وجد الأب والأم يصلي وقام صلى، مثل لماذا مثل المسيحي أو اليهودي الذي خلق وولد في عائلة تعتنق ذلك الدين. فبدأت تأتيني أسئلة من هذا القبيل، وسبحان الله انقبضت انقباضا شديدا، لأنني لم أجد. كنت أبحث مثلا أستمع لمن يتحدث عن الإعجاز العلمي، أستمع لمن يتحدث عن أستمع من هنا ومن هناك، أستمع لبعض من يخالف يقول يرمي شبهات على الدين، وأستمع للردود.
ففي تلك الفترة باستماع للطرفين صراحة لم أجد نقطة تقنعني يعني يقينا أن هذا الدين دين حق، وأنه هو الدين الذي علينا اتباعه، وهو الدين الصحيح. ويعني كما تعلمون أنه مسألة الدين هي مسألة مصيرية، ليس يعني أمر مثلا تشتري لباس أو تغيره، أو يعني هذا مصير، هذا يا جنة يا نار. يعني ضروري الإنسان يتثبت في دينه ويتثبت في أمره. يعني في تلك الفترة سبحان الله بقيت أدعو ربي يا ربي بصريح العبارة، يا ربي إذا هذا الدين حق وأنك أنت حق موجود، وريني آية، وريني علامة يعني من عندك أنك على كل شيء قدير، حتى يطمئن قلب العبد الفقير ويكون يعني الإنسان الإيمان متاعه إيمان يقيني، يعني ما فيه الشك، يعني لا شك فيه. فسبحان الله العظيم ورغم تلك الشكوك التي كانت تأتيني يعني بقيت مواظب على الصلوات في المسجد، ودائما يعني أدعو الله سبحانه عز وجل، وأحاول يعني أن أستشعر قرب الله سبحانه عز وجل، ولكن دائما كلما أشعر بتلك يعني أحاول بتلك الحلاوة إلا وتأتي تلك الشكوك ويعني تعكر المزاج، الحال مع الله سبحانه عز وجل. فسبحان الله العظيم في تلك الفترة يعني كان هناك أخ يصلي معنا في المسجد، مريد عند سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، ومن هذا الباب يعني نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجازيه خير الجزاء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. فذلك الأخ بدأ يحدثني عن لم يسمي لي الطريقة صراحة في البداية، بل كان يقول لي يعني من قبيل يحكي لي عن طريق الله، مقام الإحسان. وسبحان الله في تلك الفترة كنت أتشجع معه حتى نذهب لحفظ القرآن الكريم في مسجد قريب من مدينة السكن وين نسكن، لأنه هو جاري، لأنه المسجد الذي نصلي فيه يعني هو قريب، نحن جيران نعتبر. وتلك المسافة التي نقضيها في الطريق سبحان الله العظيم نتبادل الحوار، يعني هو يعني نتحدث في كثير من المواضيع، إلى في واحد اللحظة أتذكرها جيدا سبحان الله، وإلى هذه اللحظة أتذكر المكان الذي قال فيه هذه الكلمة. كان يتحدث عن كرامات الأولياء الله الصالحين، و يعني بحكم أني كنت أبحث عن آية من الله ليطمئن قلبي، وجدت أن الكرامة تعتبر آية من الله يثبت الله بها ذلك الولي ويكرم بها ذلك الولي، يعني يصبح ذلك الإنسان الصالح له إيمانا يقيني بسبب تلك الكرامة. فقال لي يعني بصريح العبارة أنه أي إنسان يمكن أن يكون ولي. سبحان الله العظيم. فسألت قلت له يعني ممكن أنت تكون ولي، ممكن العبد الفقير يكون ولي، وليس الغاية يعني لم أكن أعلم أن الولاية يعني من باب أن المشيخة وكذا، يعني فقط جذبني أن الولي عنده كرامة، والكرامة إذا أنت تحدث عندك كرامة أمامك يعني منطقيا سيكون يعني الولي المعروف بالكرامة، كرامة الولي أنه مثلا إذا دعا الله استجاب له في الحين، إذا استعاذ أعاذه الله في الحين. فيعني لا يوجد أكبر من هذا كدليل قطعي أن ربي سبحانه راه حق، وأنه دين الله حق، وأنه هذا الدين الذي، وأنه هذه هي الحقيقة. يعني هذه هي يعني إذا نخرج قليلا عن مصطلحات الدين وكذا، هي الحقيقة. يعني الحقيقة تكون أنت تتبع الحقيقة، ليس دين أو أفكار أو مبادئ، ولكن يعني ننظر إليها من باب الحقيقة. فالكرامة للولي يعني هي دليل قطعي لأنه على طريق الحق.
وأنه على طريق الحقيقة. فمن تلك اللحظة سبحان الله كانت نقطة فيصلية سبحان الله. ثم من بعدها كان يحدثني عن الورد، وأعطاني ورد الطريقة الكركرية، ولم يخبرني أنها الطريقة الكركرية. وسبحان الله في تلك الأيام يعني صادفني في اليوتيوب الإخوة يلبسون المرقعة سبحان الله العظيم، وكانت تعترضني بعض الفيديوهات للفقراء يتحدثون عن تجاربهم الروحية في الخلوة وبعد أخذهم للطريق عن سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. فانبهرت صراحة، وبقيت هكذا يعني كل مرة أتحدث معه وأذهب معه إلى المكان الذي يقوم به، الذي يعني يجتمع فيه الفقراء يذكرون الله، المجمع يعني يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الحضرة والحضور مع الله سبحانه عز وجل. ف يعني شوي يعني بدأت أفهم قليلا يعني انه هذا طريق، وانه هذا يعني افهم مصطلح هناك شيخ هناك كذا، يعني لم يكن لي علم بهذا الامر. واصلا كان نحن عندنا فكره عندما تسمع الصوفيه، كان هناك واحد الفكره عندنا ان الصوفيه هي فقط حضره والسلام عليكم. والان نعود الى بعد البيعه، لانه كنا تحدثنا قليلا فيما قبل البيعه. فبعد البيعة سبحان الله العظيم مع الأوراد، مع مذكرات سيدي الشيخ قدس الله سره، يعني أتذكر يعني المرات الأولى التي تجلى لي نور الله سبحانه عز وجل في اليقظة هكذا كما ترون العبد الفقير ولله المثل الأعلى. كنت مغلق العينين هكذا، وسبحان الله يتجلى نور الله سبحانه عز وجل، ويعني حتى يعني كنت أفتح عيني هكذا سبحان الله وأجده لا زلت أراه أفعل هكذا، يعني هل يبقى النور سبحان الله ولو رفعت يدي أشاهد النور. وكنت أرفع يدي هكذا والعبد الفقير يعني في الذكر وأشاهد نور الله سبحانه عز وجل. فسبحان الله العظيم يعني كانت تلك يعني لحظات عظيمة بالنسبة للعبد الفقير صراحة. رغم ذلك كان دائما يعني تأتي تساؤلات، ولكن سبحان الله العظيم إلا وتجد لها أجوبة. يعني ذلك النور في حد ذاته سبحان الله العظيم يعني تأتي منه معاني وأجوبة سبحان الله العظيم، إضافة إلى مذاكرة سيدي الشيخ طبعا اللي هي الأساس في الطريق. يعني لا بد أن تسمع المذاكرة حتى تستمع يعني تتعلم من الشيخ قدس الله سره، و يعني تسمع لإرشاد الشيخ، لأنه ما يقوله الشيخ في المذاكرة هو يوصف لك سلوكك. وكل ما تحدث سيدي الشيخ سبحان الله العظيم إلا ويتحدث عن العبد الفقير، يعني العبد الفقير في تونس وسيدي الشيخ في الزاوية في المغرب، وهو يتحدث عني. كلما أسمع الدرس إلا ويتحدث عني، يصفني يعني سبحان الله العظيم كأنه حاضر معي. والحمد لله يعني بقينا على هذا المنوال مع مذاكرات سيدي الشيخ، مع الحضور في المجمع في الزاوية في تونس. يعني الآن العبد الفقير يعني في تلك الفترة صراحة تغيرا جذريا، يعني تصبح تتحدث مع نفسك، تصبح يعني ما معنى تتحدث مع نفسك؟ أن يعني هي تسأل نفسك وتجيب نفسك، ويعني تعاتب نفسك مرة يعني مع مذاكرة سيدي الشيخ تحاول أن تطبق ما يقوله سيدي الشيخ. يعني يصبح عندك علاقة مع ذاتك، ومنها يعني تستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فتبقى أنت في محاسبة مع نفسك. نفسك يعني تجدها تريد أن تهرب من ذكر الله، تريد أن تفر من طريق الله، يعني وأنت يعني تحاول يعني باستنادا لما يقوله سيدي الشيخ قدس الله سره أن يعني تعود بها إلى طريق الله، تعود بها، وكله يعني بمدد وسريان الشيخ، يعني لأنه الطريق شيخ، لولا الشيخ ما كان والو كما يقولوا اخواتنا في المغرب. الطريق شيخ يعني النور تأخذه بدعاء الشيخ، تسلك الطريق بإرشاد الشيخ، وتصل إلى الله وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيخ. هو باب الحضرة، بدونه لا تقول أسلك طريق هكذا لوحدي. هذه مخالفة لكل المنطق ومخالفة للسنن الكونية. لا بد لكل إنسان من أستاذ يأخذ بيده إلى مقصده. يعني والحمد لله بقينا على هذا المنوال إلى أن أكرمني الله سبحانه عز وجل وزرت سيدي الشيخ قدس الله سره في الزاوية المباركة، الزاوية الكركرية. وصراحة يعني الزاوية يعني قصة يعني منزل من أو يعني مثوى الباحث عن الله سبحانه عز وجل. لأن صراحة هي الزاوية، هي يعني المكان الذي تجلس فيه مع سيدي الشيخ وتسمع منه مباشرة وتسلك على يده، يعني ولو أنت تكون بعيد وتسلك على يده، لأن الولي ليس له مكان كما ذكرنا. ولكن عندما تكون في صحبة سيدي الشيخ عن قرب يكون ذوق آخر، ويعني أمر آخر لا يعني يعرفه من ذاق. فأنك تصحب الشيخ، تكون في صحبة الشيخ، في معية الشيخ، في يعني تتربى على يده. يعني لا يمكن أن تتعلم هذا العلم عن بعد، لأنه ولو يصل إليك المدد وتجد الحلاوة والثمرة ويصطلح حالك، ولكن ليس كمن يأخذ العلم مباشرة ويأخذ التربية والسلوك مباشرة من الشيخ. لأن الشيخ يعلمك بنظرته، يعلمك بحركاته، يعلمك فقط من بعيد تراه كيف ماذا يفعل، تأخذ العبرة في ذلك. سبحان الله العظيم. لأنه الشيخ هو ذاته عبرة، هو ذاته معنى، هو ذاته حقيقة. يعني سبحان الله العظيم. ليس كما كيف كنت في تونس، كما عندما أتيت إلى سيدي الشيخ، فكذلك كان التغير الجذري الثاني، يعني نقطة تحول أخرى. إن شاء الله يعني نكملها إن شاء الله في حلقة أخرى حتى لا نطيل على المستمعين. وبجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه الآل بيته الطاهرين، أن تكون هذه خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون لله من غير علة. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.